حجاج بيت الله يدان مرفوعتان ووجه يتقلب في السماء، وعلى مرمى البصر بشر لا يحصيهم إلا الله، ألوان وأعراق ولغات تفرقهم الأرض ويجمعهم هذا الدين. الكل يصيح ملبيا: لبيك اللهم لبيك. إنه الحج ركن الإسلام الخامس، رحلة العمر، رحلة بحياة. حول البيت العتيق يتحركون في سكينة يتهادون، نسوا هموم الدنيا كلها ودخلوا في جوار الله، يتمون رسالة التوحيد ويجيبون أباهم إبراهيم: قد أسمعنا الله آذانك فأتينا. هنا وقف رسول الله، هنا قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. هنا قال: اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا. نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وغدا نلقاك على الحوض. إن الحج تعارف كبير، تذكير لهذه الأمة بقوتها، بوحدتها، برسالتها بين الناس، حتى لا تنسى وتغريها الدنيا، حتى لا تستسلم للهزيمة واليأس. فاللهم يسر للحجاج حجهم وتقبل منهم، واجعلنا من طلائع حجاج بيتك في العام القادم يا كريم يا كريم.